لقد وصلت إلى وجهتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي اخواتاتي، تحياتي لكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا الشيقة على قناة محمد فلوج 24. فيديو اليوم سوف تكون جولة خفيفة وتعريف بسيط بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء. هو مطار دولي يخدم مدينة الدار البيضاء، ويحتل المطار الرتبة الأولى في المغرب والمرتبة الرابعة في إفريقيا من حيث عدد المسافرين، وكذلك من حيث عدد شركات الطيران التي تستخدمه، وكما يعتبر مركز العمليات الرئيسي لشركة الطيران الوطنية الخطوط الملكية المغربية. إذن الإخوان، يتوفر المطار على مدرجين بطول 3700 متر وبعرض 45 متر، وتبلغ مساحة مواقف الطائرات 250 ألف متر مربع، تتسع ل 64 طائرة بما فيها 11 طائرة كبيرة الحجم، فيما يبلغ عدد الممرات التلسكوبية 10 ممرات. كما يتوفر المطار على شبكة الواي فاي مجانا لجميع المسافرين. إذن الإخوان، هذا تعريف بسيط وجولة خفيفة في هذا المطار الجميل، حيث يتوفر أيضا على 3 محطات جوية: المحطة الجوية الأولى والثانية والثالثة، حيث تمتد المحطة الأولى على مساحة كبيرة، تتوفر على موقف سيارات بطاقة استيعابية ل 2075 سيارة. هذا مطار محمد الخامس والدار البيضاء، الصالة الجديدة بأحدث التقنيات التي تضاهي أكبر مطارات العالم. شيء جميل جدا. وقد تم تحديث المحطة الجوية الأولى من طرف الملك محمد السادس حفظه الله سنة 2019، مما سمح برفع الطاقة الاستيعابية للمطار من 7 ملايين مسافر إلى 14 مليون مسافر في السنة. هذه المحطة مزودة بأجهزة تكنولوجيا متطورة تسمح للمسافرين بتسجيل أمتعتهم بأنفسهم، وهي مخصصة لرحلات الخطوط الملكية المغربية وشركائها. نتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.